السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب رانو كويزين. ان شاء الله تكونوا كامل الخير. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو تاع نهار اليوم جيتكم بحلوه جديده ووصفه جديده كالعاده. رانا مع حلويات العيد. اليوم جيتكم بالوصفه الثانيه وهي هاد الحلوه تاع صابلي الكوكياج بالشوكولا وحشوه الكابريز. واحد صابلي بزاف بنين كما راكم تشوفوا المنظر تاعو راقي، تقدروا تحضروه لحلوياتكم في العيد ان شاء الله. المهم كما قلت لكم حاجه راقيه وبزاف شابه وبزاف بنين، بزاف بنين، على بالي راح يعجبكم لو كان تجربوه. المهم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد. هذه اللي نقولها لكم دائما قبل ما نبداو الفيديو. اليوم تاني راح نحطوه في الانستغرام وفي التيك توك. الحاجه الاولى اللي حنديروها رايحين نخدموا لاباط تاعنا. لاباط تاعنا سي بات صابلي معناتها عاديه. هاد لاباط صابلي تقدروا تستخدموها في كاع الحلويات تاعكم. فيها 250 غرام تاع المارغرين بدرجه حراره الغرفه، واللي درت معاها هنا 2 مغارف تاع الزيت اللي راح يعطيها هشاشه. تقدروا تستغناو عليهم اللي يحب القرمشه، برك هذا يعطيها هشاشه بزاف هايله. هنا درت معاهم كاس الا ربع تاع سكر غلاس والسكر الناعم. هنا لازم نغربلو كامل المكونات الجافه اللي نستدار في الصابلي، لازم تغربل باش يجينا خفيف وهايل. كيما راكم تشوفوا هنا راني نغربل في سكر غلاس، وبعدك نجي ندير قرصه تاع الملح اللي ما تنساوهاش كامل في الحلوه تاعكم. نخلطوها غير بالفوي هكذا ولا بالباتور. اذا كانت المارغرين تاعكم شويه يابسه ديروها بالباتور خير. هكذا هي. المهم لازم تخلوها برا على برا باش تجيكم سهله الخدمه، ولا تشروها من عند واحد ما يكونش حاطها في الفريجيدار. هنا خلطوها مليح هكذا حتى ونسجموا المكونات. نديروا حبه تاع البيض وزوج صفار بيضه، زوج صفار حبتين تاع البيض. معناتها علاش ندير زوج صفار تاع البيض؟ زوج صفار تاع البيض راح عطينا طراوه وهشاشه للحلوه تاعنا بزاف هايله. درت حبه بيض وزوج صفار بيضتين، ماشي زوج صفار بيضه واحده. هكذا كيما راكم تشوفون نخلطوهم كامل مليح حتى ونسجموا لنا. معناتها غير بالفوي نخدموها وتقدروا غير بيدكم، معناتها ماشي شرط الفوي، اللي يحب يخدم بيدو يخدم. درت شويه عطر البندق اختياري، هذاك عطر البندق برك يعطينا بنه بزاف هايله. وهنا نجي مور ما خلطت هذاك عطر البندق نجي ندير كاس الا ربع تاع المايزينا واللي هي نشا. هكذا كيما راكم تشوفوا نغربلهم مليح ونجي نخلطهم هكذا مليح. بعدها واش نجي نديرو بعد ما نخلطوا المايزينا تاعنا مليح؟ نروحو نضيفو الفارينه تاعنا. نبداو نضيفو في الفارينه تاعنا. هنا راح ندير الكاس الاول تاع الفارينه مع ربع ملعقه صغيره تاع خميره الحلوه باش تعطينا خفه وهشاشه كما قلنا للحلوه. درنا الكاس الاول مع ربع ملعقه صغيره تاع الفارينه، دخلناهم غير بالفوي عفوا. درت الكاس الثاني دخلته غير بالفوي، وفي الكاس الثالث نبدا نستخدم يديا. هنا لبست ليغون باش نبدا ندخل في الفارينه تاعي. انا طاحوا لي 3 كيسان سوا هكذا، غير بصبعتيكم دخلوها، ما تعجنوهاش لاباط باش ما تلقكمش اليدام تاعها وما تلقلكمش ديك الزبده. هكذا ندخل لاباط تاعي حتى وين تحصلوا على العجينه تكون طريه وشابه وليس، ما ديرلكمش تشققات وما تكونش طريه بزاف باش كي ندخلوها على الطيب ما طيحناش في لي كوتي تاعها. هكذا كيما راكم تشوفوا هاد لاباط تقدروا تستخدموها لعده انواع تاع صابلي، معناتها اي نوع تاع صابلي تقدروا ديروه بها. هكذا لاباط تاعنا شوفوا شحال جات شابه وتجي طريه وحاكمه روحها. هنا بعد ما نكونوا هكذا شكلنا هاد العجينه، نروح نجيب ليمول تاعي. انا استخدمت هاد ليمول راهم يتباعوا، هادو ما يجوا دي تحت ولا صغار. شوفوا في الوسط تجي فيهم دويره، هذيك شفاو برك على الدويره ولا ديروا ليهم كابتشر. كما راكم تشوفوا هنايا نجي نشكل كويرات من ديك العجينه، بعد غير نشكل بها كويرات نروح نبلاطيهم ونبسطهم فوق هذاك المول غير بصبعتين تاع يديا هكذا. هاد العمليه جاب لي ربي كامل تعرفوها. هكذا بعدك نروحو نحو الزايد نحوه غير بالموس. دوك تشوفوا معايا الطريقه. هنا زدت وريت لكم حبيبه واحده اخرى. هكذا طريقه سهله، وكاين هذاك الطابع اللي هو يطبع لي تارتولات صغار هو يتباع، معناتها تقدروا تستخدموه. هنايا كيما راكم تشوفوا نحيت الزوائد هكذا. بعدك واش نجي ندير؟ نجي نثقبهم بالفرشيطه. علاه نثقبهم بالفرشيطه؟ درنا لهم شويه تاع لا ليفور باش ما يتنفخوناش، باش تقعد لنا الحلوه هكذاك شابه ونقدروا نحشوهم. من بعدك نثقبهم بالفرشيطه ونحطوهم في سنيوه، ندخلوهم يطيبوا على فرن مسخن من قبل على 180 درجه. كي يحمروا لكم من تحت شعلوا عليهم من الفوق يدوا لون ذهبي وهكذا يطيبوا. هنا نروحوا نحضروا الحشو تاعنا ما بيد راهو يطيب الحلوه تاعنا. في ريسيبيون درت كاس ونص تاع كاوكاو محمص ومرحي. محمص ومرحي يكون خشين، من الافضل يكون خشين. ودرت معاهم كاس تاع البندق محمص ومرحي. تقدروا تكملوه كاوكاو ولا تقدروا ديروا اي نوع تاع المكسرات راكم حابين. انا جبت كابريس تاعي هذه ليكيد كراميل شوكو،
بزاف بنينه هذه. درت منها نبدا ندير فيها كميه حتى نتحصلوا على قوام يكون معلك هكذا، ما يكون لا جاري بزاف وما يكونش ناشف بزاف، معناتها كي تمسوه يلصق في يدكم يجينا معلك هكذا، يجي بزاف بنين. ولا تقدروا تستخدموا كراميل من عند كابريس هذيك الباطه. هنا بعد ما طابوا لي وداو لي لون ذهبي، شوفوا شحال يجوا شابين، شوفوا هكذا داو لون ذهبي برك ما خليتهمش حماروا بزاف. نستفهم كامل ونحط فيهم قسم غرف تكون معمره مليح صغيره من هذاك الحشو. لازم تعمروا مليح الحشو تاعكم باش يلصقوا لكم الحبتين هكذا. تقدروا ديروا معاهم شي شوكولا تارتيني ولا تقدروا ديروا، المهم اختياريين نتوما. ديروا غير بزوج مغارف صغار وخدموا بهم بلا ما تقعدوا تمسوا بيديكم، خاطر راهي تلصق شويه تلصق شويه الحشو تاعنا يلصق شويه جاي هكذا. نحط فيه الحشو تاعي. هاد الكميه تقطع لكم حتى 30 حبه، اللي يقولوا لي دائما ننسى نقول لكم شحال قطعت لي من حبه، تقطع لكم حتى 30 حبه هكذا. ونجيب الجزء الفوقاني اللي يكون فارغ نعمر نصهم ونص الاخر نلصق به هكذا ونحطهم بجهه كيما راكم تشوفوا هكذا. بعد ما وجدتهم كامل نروح نوجد الشوكولا تاعي اللي نطلي بها. انا درت شوكولا اولي، من الافضل ديروا شوكولا اولي هكذا، تخيروا نوعيه تكون مليحه وتطلوا بها وتدخلوا الحبه من التحت باش تطلع لنا كامل هكذا، وتقطروها مليح باش نعاودو نردوها لهاديك لافورم تاعها، باش هذوك الخطوط اللي في ليكوتي يبانوا. نحطوهم ينشفوا، لازم حتى ينشفوا مليح. وانا رحت حضرت الترونسفير تاعي، انا درت هادوما تاع عيد مبارك راهم يتباعوا، هما قلال شويه انا بسيف باش لقيتهم خاطش الناس راهم يشرو فيهم بزاف، راهم يدوهم بزاف. معناتها اللي يحب يشري منهم يشري منهم من دوك، خاطش من بعدك ما تلقاوهمش. راني نقول لكم ما تلقاوهمش لو كان تروحوا تشروهم. هنا درت فيهم قسم ملعقه صغيره تاع الشوكولا وتخبطوهم باش تدخلوهم للكونجيلاتور يريحوا. في الكونجيلاتور يريحوا واحد الخمس دقائق. هاد الترونسفير لازم تخلوه في الكونجيلاتور، معناتها ماشي تخلوهش ينشف برا. دخلوه الكونجيلاتور 5 دقائق 6 دقائق عفوا، تجبدوه تنحوه. وهو كاين دي موديل بزاف شابين وبزاف هايلين. انا كيما قلت لكم هاد لي موديل بزاف باش لقيتهم بوغتو. انا في العشرة الايام الاخرين تاع رمضان، معناتها في السمانه الاخرانيه تاع العيد، على بالي ما راحش نلقاوهم، معناتها اللي يحب يشريهم من دوك هكذا. خاطش كاين دي موديل وين ما يجوش شابين بزاف مع الحلوه اللي انا حابين نديروها، مي هاد المدور جينيرالمون يمشي مع كامل الحلوه. ندخلوه يشدوا روحهم كيما قلت لكم في الفريجي في الكونجيلاتور عفوا، كيشدوا روحهم نديموليوهم ونلصقوهم من الفوق ونديرهم في الكيسات. درت لهم شويه فيضوغ وهكذا تقدموهم. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها للعيد وتبعتوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام وفي الفيسبوك باش نشوفهم. وفي وصفه اخرى ان شاء الله وفي حلوه اخرى غدا ان شاء الله، انتظرونا.